السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع في قناتي واد سهلة ومختلفة. ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو على خير وتكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم وبحول الله غدا نحضر معكم هاد الحلوة بالحامض اللي كتجي غزالة هشيشة كتذوب في الفم بلا زبدة وغير بيضة واحدة. كنتحصلوا على كمية اللي كتيرة. انا اكيدة ومؤكدة ملي غادي تجربوا هاد الحلوة غادي تعجبكم، خصوصا الناس اللي عزيز عليهم الحامض. راه كتجيب مذاق اللي رائع وكتبقى حلوه اللي اقتصاديه، مكوناتها جد بسيطه في متناول الجميع. فكنتمنى اخواتي الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وكنتمنى ما تبخلوش عليا باللايك الفيديو وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء. فاول مرحله غادي نبدا بها هي تحضير الكوك اللي غادي نزينو به الحلوه. كنحتاجو 200 غرام ديال الكوك. كنستعمل هذاك الكوك اللي كيكون ناشف اللي غليظ. كنزيد عليه لاغوم ديال الحامض اللي غادي يعطيني اللون، وفي نفس الوقت اللي غادي يعزز ليا المذاق د الحامض في هذه الحلوه. انا هنايا غادي ندير لاغوم وغادي نشوف واش غادي تكفيني ولا غادي نحتاج نزيد من بعد. كندير بلاستيكه في يديا باش ما كيتلصقش ليا داك اللون ديال لاغوم في يديا، وكنبقى كندخل ديك لاغون في الكوك حتى كنوصل ديك اللون اللي انا بغيت. المهم انا هنايا درت معلقه كبيره واحد شويه. هذا هو اللون اللي خاصنا نتحصلوا عليه. وكنجيب طبسيل كنوضع فيه ديك الكوك وغادي نخليه في شي مكان اللي كيكون مهوي باش هكا كينشف ليا ديك الكوك من ديك لاغوم اللي درناه فيه. فراكم عارفين الكوك الا بقات فيه شي حاجه سائله راه دغيا كيخسر وغادي يخسر لينا الحلوه. المهم كديروه في شي بلاصه اللي كتكون مهويه وكتبقاو كل ساعه كتقلبوه. انا هاد المرحله درتها في الصباح وفي العشيه عاد صيبت الحلوه حتى تاكدت ان ديك الكوك نشف ليا. بالنسبه للمكونات ديال الحلوه كنحتاجو المبشور ديال الحامض اللي هو اساسي في هذه الوصفه، بيضه اللي كيكون الحجم ديالها كبير واخده حراره المطبخ، كاس مع مرش ديال السكر سنيده، والحلاوه كتبقى على حسب الذوق. المهم انا هذا القدر اللي خدمت به الحلوه راه جاتني هي هذيك الحلاوه. كنزيد واحد العلبه ديال ياغورت بيرلي اللي يمكن لكم تعوضوه بالياغورت بالنكهه ديال الفانيلا. وصافي غادي نخدمهم مع بعضياتهم مزيان حتى كتذوب لينا ديك سنيده مزيان. الطريقه راه سهله. عاد من بعد في هذه المرحله غادي نزيد كاس مع مرش ديال الزيت. بالنسبه منين كنضيفوا الكاس ديال الزيت، عفوا كاس مع مرش ديال الزيت، كنخدمو مزيان 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 باش من بعد ما ديك الحلوه ما كتطلقش ليا الزيت. وفي نفس الوقت منين كتخدموا ديك الزيت مزيان كيعطيكم واحد الهشاشه للحلوه. يعني واخا ما كتكون مخدومه بلا زبده كتجي هشيشه. كيف ما شفتوا معايا انا خدمته مزيان. هنا اخر حاجه هي الدقيق. بالنسبه للكميه ديال الدقيق غادي تحتاجوا ما بين 350 غرام حتى ل 400 غرام. كنبقاو كنديروه بالتدريج حتى كنوصلوا لديك القوام اللي حنايا بغينا. كنزيد واحد الكيس ديال خميره الحلويات، وانا هنايا راه غادي كنخدم غير برؤوس الاصابع. ما كنحتاجوش اننا نبقاو نكثروا فيها في الجميع. يعني كندير شويه ديال الدقيق كندخلو بالصبيعات ديالي كنكمل الكميه الاخرى. الطريقه راها سهله حتى كنتحصل على هاد النتيجه هذه كتجيني العجينه لينه. هنايا غادي ندوزو مباشره للتشكيل ديالها. غادي نقسم العجينه على جوج وغادي ندير واحد البلاستيكه من التحت وبلاستيكه من الفوق باش هكا كنخدم بكل سهوله. وغادي نسرح العجينه ديالي، ما غاديش نرقوها بزاف وفي نفس الوقت ما غاديش نخليوها غليظه. انا هنا غادي نوريكم السمك ديالها على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للمرش اللي غادي نزين به درت انا هذا اللي كيكون على شكل وريقه او عوينه نيت كيعطينا الشكل ديال الحامضه. صافي واللي كنرشمها كنديرها في الصفيحه ديال الفرن. وفي هذا الوقيته باش نكسب الوقت راني شعلت على الفران يسخن باش هكا كيسخن ليا مزيان حتى نكمل التشكيل ديال الحلوه ديالي كامله. راه دغيا كتهز لكم، ما تحتاجوش انكم ديروا المرشم ديالكم في الدقيق. بالنسبه للطريقه ديال الطهي ديالها
كتدخلوه للفران اللي كيكون سبق وسخنتوه. منين كتدخلوا الصفيحه كتنقصوا النار، كتخليو النار اللي هي مهيله باش هكا الحلوه ديالكم كطيب على خاطرها وكتجي محمره من برا وطيبه من الداخل، كتجي واخده واحد اللون اللي هو موحد. ضروري البنات ما تخليو النار مهيله باش هكا كطيب لكم الحلوه بواحد يعني وكتعطي واحد النتيجه اللي هي زوينه. صافي منين كتوجد لينا الحلوه نتوما كيف ما كتشوفوا كتجي محمره، غادي ناخذ هنايا المربى ديال المشمش اللي كنزيد ليه حتى هو واحد نص معلقه ديال لاغو. كنغطس الحلوه ديالي في ديك المربى وكندوزها في الكوك اللي كنكون نيت استعملت فيه لاغوم ديال الحامض، وكيجي على هذا الشكل هذا، يعني كتعطينا الشكل ديال الحامضه. صافي انا هنايا اخواتي غادي نستمر على نفس الطريقه حتى نسالي الكميه ديال الحلوه ديالي كامله. راها ساهله دغيا كتوجد، ما كتاخذش وقت اللي هو طويل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. راه ما شاء الله كتجي هشيشه يا البنات، كتذوب في الفم. انا هنا غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوا. بسم الله، لاحظتوا معايا كتجي هشيشه. اما المذاق ديالها فراه رائع، كيجي هذاك المذاق ديال الحامض مركز فيها وكيعطيها واحد المذاق اللي جد مميز. انا مأكده ملي غادي تجربوها غادي تعجبكم، وبالاخص الناس اللي عزيز عليهم الحامض. وراه هنا كتجي بحال الحلوه ديال الريش بوند، غير هذه مصيبه بالحامض. كنقدمها لكم بالصحه والراحه، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال استحسانكم، وكنتمنى كذلك ما تبخلوش عليا باللايك الفيديو وتخليو لي شي تعليق وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. شكرا على المشاهده ودمتم لنا اوفياء، مع السلامه.